والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير زي ما أنا بخير. أنا مستر سيد رمضان، وإن شاء الله مكملين النهاردة في الفيديو رقم 3 في كورس التأسيس. إن شاء الله الفيديو ده بس مخصص لمين؟ الفيديو ده مخصص لطلاب تالتة إعدادي، بس هنراجع فيه على حاجة اسمها التحليل. التحليل ده من أهم الحاجات اللي مرت عليك في التدريس، وهتفضل مكملة معاك إلى ما لا نهاية. إن شاء الله هتوقف استخدام التحليل ده لما تخلص تعليم. شوف انا واصل لك لفين. لما تخلص تعليم، اي امتحان رياضه هتلاقي فيه تحليل، اي امتحان رياضه. تمام. بسم الله. قبل ما نتكلم عن التحليل، عايزين نجيب الموضوع من البدايه خالص. عايزين نعرف يعني ايه كلمه حد جبري، ويعني ايه كلمه مقادير جبريه، لان المقادير الجبريه دي هي اللي احنا هنحللها. تعال الاول نعرف يعني ايه اصلا حد جبري. اتفقنا السنه اللي فاتت، لحظه بس نظبط الايباد، سوري، اتفقنا الحصه اللي فاتت، اسف، ان انا لو عندي اكس بالشكل ده، وعندي كمان اكس، وعندي كمان اكس، وعايزين نجمعهم مع بعض، وكأننا بنقول تفاحة وتفاحة وتفاحة، يطلعوا كام تفاحة؟ يطلعوا 3 تفاحات او 3 اكس، صح كده؟ صح. طيب، ايه العلاقة اللي ما بين التلاتة والاكس؟ العلاقة اللي ما بينهم احنا متفقين عليها من الحصة اللي فاتت ان هي علاقة ضرب. لو ما اتفرجتش، وانا ما انصحش بده، انصحك جدا تتفرج على الفيديوهين اللي فاتوا، ان الاكس والاكس والاكس هناخد منهم اكس واحده ونضربها في عدد مرات التكرار. هي متكررة عندي كام مرة؟ واحد اتنين تلاتة، يبقى نضربها في تلاتة، فبالتالي التلاتة اكس دي هي عبارة عن تلاتة في اكس. حلوة أوي زي الفل. طب لو أنا جبت لك بقى مثال زي ده كده، وليكن 5 اكس تربيع، كل حاجة من دول ليها اسم. يعني ايه كل حاجة من دول ليها اسم؟ يعني ان كل حاجة من دول ليها مسمى وبتعبر عن حاجة معينة. لازم تكون فاهمهم قبل ما نبدأ نتكلم في التحليل. بسم الله. احنا اتفقنا ان الخمسه ايه علاقتها بالاكس؟ دي علاقه ضرب. يعني انا عندي كام اكس تربيع؟ انا عندي 5 اكس تربيع، او 5 مضروبه في الاكس تربيع. طب الرقم اللي مضروب ده، ده ليه اسم؟ ده اسمه معامل. ده المعامل بتاع الاكس تربيع، ده بيدل انت عندك كام اكس تربيع. حلو. طيب، والاكس تربيع دي او الاكس بس، خلينا ناخدها كجزء لوحده، الاكس بس هل ليها اسم؟ دي اسمها متغير. يعني ايه متغير؟ يعني ما اعرفش قيمته. طب سؤال، هي الاكس دي باتنين؟ ما اعرفش. 5؟ ما اعرفش. ب90؟ ما اعرفش. بسالب مليون؟ والله ما اعرف. لا انا ولا انت ولا اللي حط المنهج اصلا يعرف. ده متغير، رقم مجهول، انا ما اعرفوش. تمام تمام. طيب، والاتنين دي زي ما اتفقنا برضو الحصه اللي فاتت، ان الاتنين دي اسمها اس. ده الاس. ده بيعبر ان الاكس بتاعتي اتضربت في نفسها مرتين، اكس في اكس، فهناخد منهم اكس واحده ونجمع الاسس، هنا اس واحد وهنا اس واحد، يبقى اكس اس 2. كلام جميل. طيب، عايز تعمل ايه؟ عايزين نعرف ضرب المقادير الجبريه ازاي بنضربهم في بعض. تعال ناخد مثال. وليكن الخمسه عايزين نضربها في التلاتة اكس. احنا المفروض اصلا بنضرب ازاي؟ ولا بنضرب عشوائي؟ ولا بنعمل ايه؟ احنا لينا قاعده بنمشي عليها. ايه هي القاعده؟ وهي بديهيه بالمناسبه. اول حاجه بضربها في الضرب، في ضرب المقادير الجبريه، اول حاجه بنضربها الاشارات. لازم طبعا اعرف ضرب الاشارات. وبعد كده الارقام، الرقم مع الرقم. بعد كده الحروف او المتغيرات. مش فاهم؟ اديني مثال. تعال ناخد مثال. اضرب لي هنا الاول الاشارات. والله هنا موجب وهنا موجب، فانا واخد قبل كده ان موجب في موجب، فالناتج بيكون موجب، وانا مش بكتب الموجب، زي الفل. بعد كده الارقام، 5 في 3 اللي هي 15. بعد كده الحروف، انا ما عنديش غير اكس بس، نزلها، شكرا، انا خلصت. بس تعالى ناخد كمان مثال. التلاتة دي عايزين نضربها في القوس ده. أسألك سؤال صغير، هي التلاتة مضروبة في الاتنين اكس بس، ولا مضروبة في السبعة بس، ولا دي ولا دي؟ التلاتة دي مضروبة فيهم هما الاتنين، مضروبة في الاتنين اكس ومضروبة في السبعة، لأنها مضروبة في القوس اللي جواه 2 اكس وجواه 7. فهنوزع الضرب عليهم هما الاتنين. انا معايا القاعده بتاعت الضرب، اول حاجه بضرب الاشارات. تعالى الاول بس نشوف احنا هنضرب مين في مين. احنا اول حاجه هنعملها، هنضرب التلاتة في الاتنين اكس. اضرب لي الاول الاشارات، موجب في موجب الناتج موجب، مش هنكتبه. بعد كده الارقام، 3 في 2 اللي هي 6. بعد كده الحروف، مفيش عندي غير اكس بس، نزلها، شكرا، انا خلصت الاول. اضرب ده في التاني. اول حاجه الاشارات، موجب في موجب الناتج موجب، والموجب هنا هكتبها لان الموجب هنا هتكون جمع. الموجب في البدايه خالص مش بتتكتب، انما في النص لازم اكتبها. جميل. موجب في موجب بموجب. بعد كده الارقام، 3 في 7 اللي هي 21. بعد كده الحروف، عندك حروف؟ لا، يبقى خلاص خلص. ماشي. طب الاتنين اكس دي عايزين نضربها في القوس. انا لسه عارف ان احنا هنضرب دي مره هنا ونضربها مره هنا. تعال نبدا الاول نضرب الاتنين اكس في الاتنين اكس. اشارات، موجب في موجب الناتج موجب في البدايه ما بيتكتبش.
الارقام 2 في 2 يعني 4. الحروف اكس في اكس يعني اكس تربيع، اوعى تنسى. بعد كده خلصنا اول واحده، خش على الثانيه. موجب في موجب هنضرب الاثنين اكس في الثمانيه، موجب في موجب يعني موجب. ارقام 2 في 8 يعني 16. الحروف مفيش هنا غير حرف واحد بس اللي هو اكس، ينزل. شكرا. ماشي. طيب لما يكون عندي بقى قوس مكون من حاجتين مضروب في قوس مكون من حاجتين، بص يا نجم، هناخد اول واحده دي نعملها نفس المعامله دي. بمعنى هناخد اول واحده دي نضربها مره هنا ومره هنا. اضرب، ما تخافش، اضرب. اول حاجه الاشارات موجب وموجب، الناتج موجب مش بيتكتب. بعد كده الارقام 3 في 2 يعني 6. بعد كده الحروف اكس في اكس يعني اكس تربيع. كده انا ضربت الاول في الاول اللي هم دول. عايزين بقى نضرب الأول في التاني. أول حاجة الإشارات، هنا موجب وهنا سالب يعني الناتج سالب. أرقام 3 في 3 يعني 9. الحروف مفيش هنا غير إكس بس، تنزل. كده أنا خلصت مش المسألة، أنا خلصت الجزء الأول ده. الجزء الأول ده خلاص خلص. أنا كده متبقي معايا مين؟ أنا كده متبقي معايا إن أنا أضرب التاني ده مرة هنا ومرة هنا. طب هنضرب ازاي؟ نفس قاعدة الإشارات. اضرب موجب وموجب الناتج موجب. إشارات، خلصنا الإشارات. الأرقام 5 في 2 اللي هي 10. الحروف مفيش غير إكس، كده احنا ضربنا ده في ده. طب عايزين نضرب ده في التاني. أول حاجة الإشارات، موجب وسالب يعني الناتج سالب. الأرقام 5 في 3 يعني 15. الحروف، عندك حروف؟ لا، يبقى شكرا أنا خلصت. المفروض المسألة خلصت، يعني المفروض المسألة تكون خلصت، بس في تفصيلة صغيرة ألا وهي شوف لعل وعسى عندك حاجتين شبه بعض تجمعهم مع بعض. مش فاهم هو أنا إزاي أصلا بعرف الحاجتين اللي شبه بعض. بص يا نجم، ولنتخيل مثلا إن إحنا معانا ثلاث موزات أهم، ماشي، ومعانا تفاحة، ومعانا برتقانة، ومعانا دي تفاحة أهي، ودي برتقانة، ماشي، عشان أنا مش بحبش البرتقال، ومعانا كمان تفاحة. او خلينا نمسح الموستين دول. عايزين نجمع الكلام ده. اولا هم كميات مختلفه، صح صح. طب ايه رايك لو احنا جمعنا التفاحه دي مع التفاحه دي؟ يبقى انا اقول للراجل انا معايا موزه ومعايا برتقانه ومعايا كام تفاحه، مش تفاحه وتفاحه، لا، هقول له معايا تفاحتين. انا حاسس ان انا مش فاهم. بص يا نجم، انا عندي حاجه اسمها حدود متشابهه في البدايه بس. شايف الخمسة اكس دي؟ دي اسمها حد، ده حد جبري. طب شايف الاتنين اكس واي؟ ده اسمه حد جبري. لو جمعتهم او طرحتهم، يعني لو خليت ما بينهم جمع او طرح، ده كده ما بقاش اسمه حد جبري، ده بقى اسمه مقدار جبري. ماشي، ده حد جبري وده حد جبري، لو جمعناهم او طرحناهم بقى اسمه مقدار لانه بقى مكون من حاجتين. ايه علاقة ده باللي انت عايز تقوله؟ علاقة ده باللي انا عايز اقوله لو انا بس مسحت لك الواي. يعني عملت ايه؟ يعني خليتهم لك متشابهين. لا مش متشابهين، دول خمسة ودول اتنين، الاتنين مش زي بعض. ثواني ثواني، هو ايه اللي بيحدد لي اذا كانوا متشابهين ولا لا؟ مش الارقام، امال الحروف هي اللي بتحدد لي. طب امتى يكونوا متشابهين؟ لو نفس الحرف بنفس الأس، لازم الشرطين يتحققوا. نفس الحرف بنفس الأس. يعني إيه؟ يعني أنا كده معايا 5 من الإكس واتنين من الإكس، يعني أنا معايا 7 إكس جمعتهم مع بعض. طيب إمتى ما يكونوش زي بعض؟ لو أنا عملت لك كده 2 إكس تربيع زائد 5 إكس، هنا كده ما ينفعش يتجمعوا. لو ما كانت 2 إكس زائد 5 إكس جمعتهم طلع لي 7 إكس. ليه؟ لأن دي اكس ودي اكس أس واحد أس واحد فجمعتهم مع بعض، إنما دي اكس أس اتنين ودي اكس أس واحد ما ينفعش يتجمعوا مع بعض. أنت إزاي بتجمع تفاحة مع بطيخة؟ الاتنين كميات مختلفة. واصله لك؟ فبالتالي أركز وأنا بجمع، لو أنا بجمع حدود أو حاجة أركز إن الحدود بتاعتي تكون متشابهة، هما الاتنين زي بعض. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده هنا لأن في هنا حدود متشابهة. مين الحدود المتشابهة؟ أنت المفروض عرفتهم دلوقتي، ألا وهما ال 10 اكس وال 9 اكس. مش دول هما الاثنين فيهم اكس؟ هما الاثنين فيهم اكس، خلاص جمعهم. فهيبقى الناتج بتاعي ال 6 اكس تربيع مفيش زيها، سالب 9 اكس، موجب 10 اكس. اشارات مختلفة في الجمع هنجمعهم، اشارات مختلفة في الجمع، يبقى شرط الكبير ونطرح 10 اشيل منهم 9 يعني واحد، يبقى المفروض 1 اكس. بس ثواني يا مستر، انت قايل لي قبل كده ان الواحد ده ما بيتكتبش.
الموجب ما بيتكتبش في البدايه والواحد ما بيتكتبش عموما. بعد كده متفضل عندك مين؟ السالب 15. شكرا انا خلصت. مم، ماشي. طيب في كمان حاجه بقى كلكم بلا استثناء بتغلطوا فيها، الا وهي لما يكون عندي قوس مربع. يعني ايه؟ اجي اقول لك اكس زائد 2 الكل تربيع، فك لي القوس ده. اغلبكم بيجري يقول لي هنوزع الاس على الاول يبقى اكس تربيع، هنوزع الاس على الثاني يبقى 4، واللي بينهم جمع يبقى جمع. شكرا يا مستر انا خلصت. اقول لك الله ينور عليك يا ابني. صفر، زيرو. ليه يا عمنا؟ لان القوس التربيعي ده خدها قاعده كده، لما باجي افكه بيطلع لي ثلاث حتت، ثلاث حاجات، ثلاث حدود، ما ينفعش يبقى اتنين. القوس التربيع ده بيطلع لي ثلاث حاجات، ثلاث حتت، ما ينفعش اتنين. طب ده بفكه ازاي؟ انسى بقى الهبل والعبط اللي انت عملته ده واتفرج على الهبل والعبط اللي انا هعمله. فرجني. اول حاجه بنوزع الاس على الاول يبقى اكس تربيع، وانا لسه كنت عامل كده، كمل معايا. بعد كده بنوزع الاس على التاني 2 تربيع يعني 4. انت بتشتغلني ولا ايه؟ ما انا لسه عامل كده. لا ما انا لسه ما خلصتش. بعد كده الاخير ده طبعا بالموجب، بنوزع الاس على الاول بنوزع الاس على الاخير، والاخير دايما بالموجب. ماشي. طب فين الحته الزياده اللي انت عملتها؟ الحته الزياده بقى حط الاشاره اللي في النص اللي هي موجب واضربهم كلهم في بعض. كل اللي عندك اضربه في بعض. يعني ايه؟ يعني 2 في 2 ب 4. 4 لما اضربها في اكس يديني 4 اكس. شكرا، هو ده اللي انا عايزه. معلش ممكن كمان مثال عيوني. 2 اكس ناقص 5 لكل تربيع. عايزين نفك ده يا بطل. انت لسه قايل لي بنوزع الاس على الاول، الاتنين لما نحط لها تربيع تبقى 4، والاكس لما نحط لها اس 2 تبقى اكس تربيع. ماشي. اسيب مسافه واكتب زائد، اوزع الاس على التاني 5 تربيع يعني 25. كلام عظمه. حط الاشاره اللي ما بينهم اللي هي سالب واضربهم كلهم في بعض. اضرب. لما نيجي نضرب والله 2 في 5 ب 10، 10 في 2 يعني 20، والاكس ننزل الاكس. شكرا انا خلصت. واضحه؟ واضحه. طب انا ليه بحرق في الكلام ده كله؟ بص يا نجم، شايف المساله من البدايه، الجزء اللي كان موجود في البدايه ده، عشان بس افهمك ايه الغرض من التحليل. شايف الجزء ده؟ دي كده المساله متحلله، ودي كده الشكل ده كده، ده كده مش متحلل. يعني الشكل ده اللي فيه اقواس ده كده متحلل، اللي ما فيهوش اقواس ده انا هحلله. ماشي. يعني كده في اقواس بنحلل، ما فيش اقواس كل سوري، في اقواس كده متحلله، ما فيش اقواس انا اللي هحلل. صح صح. طيب هو انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ قبل ما اقول لك هستفيد ايه، تعالى اعرفك الاول يعني ايه بنحلل وازاي بيتحلل وبتستخدم التحليل ده في ايه. هقولها لك بس اخر حاجه لما نعرف الاول التحليل. ماشي. تعال. بسم الله. اولا انت عندك كم نوع من التحليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت عندك 7 انواع تحليل، انا بلخصهم في 3 انواع. يعني التحليل في 7 انواع، سوري 7 انواع، انا بلخصهم في 3 انواع بس. بس قبل ما تعرف ال3 انواع، في نوع اهم منهم هم ال3 اسمه التحليل باخراج العامل المشترك. يعني ايه العامل المشترك؟ صلي بينا عندك على الصلاه والسلام. ولنفترض محمد كان ماشي لابس طاقيه حمراء وطقم اسود، لابس طاقيه حمراء وبقت طقم اسود. وحسن كان ماشي لابس تيشيرت احمر والبنطلون كان اخضر. وعلي كان ماشي لابس جزمه حمراء والطقم كله اورنج. وعبد الصبور كان ماشي لابس شراب احمر وبقيه الطقم ابيض. ايه رايك؟ ايه المشترك ما بينهم؟ هتقول له والله يا مستر المشترك ما بينهم ان كل واحد لابس حته حمراء، فالمشترك ما بينهم هو اللون الاحمر. حصل؟ اقول لك حصل. هو ده بالظبط العامل المشترك. يعني العامل المشترك انا بدور على حاجه موجوده فيهم كلهم، بروح ساحبها كده منهم. طب بعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى الاول اديك مثال. بص يا بطل، نبدا بمثال سهل. ايه رايك الاتنين اكس والاتنين واي، هل في حاجه مشتركه ما بينهم؟ اه انت لسه قايلها، الاتنين في الاكس والاتنين في الواي. اذا انا باخد الاتنين دي عامل مشترك وافتح قوس واكتب المتبقي. اللي متبقي هنا لو انا خدت الاتنين اللي هو الاكس، واللي متبقي هنا لما انا اخد الاتنين اللي هو الواي. الاشاره اللي ما بينهم جمع. كده انا حللتها. واصله لك؟ ماشي واصله لي. واكد لك اكتر ان انت حللتها بالاقواس. طالما في اقواس يبقى هي كده اوريدي متحلله. انا عندي سؤال بقى.
اسأل. هل العامل المشترك ده لازم يكون رقم او دايما بيكون رقم؟ بص يا نجم، العامل المشترك ممكن يكون رقم بس، رقم زي المسألة دي، ممكن يكون حرف بس زي ايه؟ زي مثلا المثال ده 3 اكس زائد 5 اكس واي. ايه رأيك؟ ايه المشترك ما بينهم؟ والله المشترك ما بينهم هنا الاكس وهنا الاكس، فهناخد الاكس افتح قوس، لما اخد من هنا الاكس يتفضل التلاتة، زائد لما ناخد من هنا الاكس يتفضل الخمسة واي. عادي خالص. فممكن يبقى رقم، ممكن يبقى حرف، ممكن يبقى اشارة. ازاي؟ تعالى نمسح بس السكة دي كده، ولنفترض انا كتبت لك سالب 2 اكس زائد 5 واي. ايه رأيك؟ عايزين نحولها، او بلاش دي، تعالى اديك الفكرة السهلة، سالب 2 اكس ناقص 5 واي. ايه رأيك؟ شايف حاجة؟ اه شايف. شايف ان هنا في سالب وهنا في سالب. حلو، خده عامل مشترك، افتح قوس واكتب المتبقي. نصيحة بقى، لما تاخد السالب عامل مشترك غير الاشارات. يعني هنا كانت سالب 2 اكس خليها موجب 2 اكس، هنا كانت سالب 5 واي خليها موجب 5 واي. خليها قاعدة بقى في دماغك، لما بطلع سالب عامل مشترك بنغير الاشارات كلها. فبالتالي نرجع لموضوعنا، العامل المشترك ممكن يكون رقم، ممكن يكون حرف، ممكن يكون إشارة، ممكن يكون كلهم. ممكن يبقى رقم وحرف وإشارة مع بعض. واحدة واحدة كده، واحدة واحدة. يا إما يكون رقم زي ما عملنا في أول مثال، يا إما يكون حرف زي المسألة اللي كانت هنا، يا إما يكون إشارة، يا إما يكون كلهم. طب أنا هعرف إزاي كطالب رايح تالتة إعدادي؟ أنا هعرف إزاي؟ هتعرفها من خلال المسألة، ما أنت لازم تبقى عينك بصاصة. إديني مثال. إيه رأيك في المثال ده؟ والله يا مستر انا مش شايف اي حاجه متشابهه ما بينهم، هنا 2 واكس وهنا 8 وواي، مفيش اي حاجه. اقول لك كده انت مش عينك بصاصه، كده انت مش لاقط المساله. ليه؟ اصل هنا في 2. يا عمنا 2 فين؟ دي 8 وواي يا عم، والله في 2. فين الاتنين؟ والمصحف فيه 2. فين الاتنين دي؟ انا عمال اكد لك عليها عشان انتوا تغلطوا فيها. فين الاتنين دي؟ ما التمانية دي يا عمنا، 8 دي انا ممكن افكها 2 في 4. ظهرت الاتنين؟ ظهرت. ايه العامل المشترك بتاعك؟ العامل المشترك بتاعي هو الاتنين، وهفتح قوس. مين اللي متبقي هنا؟ خدنا الاتنين، اتفضل اكس، زائد مين اللي متبقي هنا؟ احنا خدنا الاتنين، هيتفضل الاربعة والواي. شكرا. واصله؟ خش على اللي بعده. حاول الاول بقى لما تلاقي المساله بتكبر معاك كده حددهم لي جزء جزء. يعني هنا هل في رقم مشترك؟ هنا 2 وهنا 10. العشرة دي هي عبارة عن 2 في 5، فبالتالي كده الاتنين متكررة. طب هل في حرف؟ هنا اكس تربيع وهنا اكس. انت لسه قايل لي مش زي بعض. ثواني ثواني ثواني. كنا قايلين قبل كده السنة اللي فاتت العامل المشترك بنختار أقل أس. أقل أس. طب مش فاكر أو مش عارف بختارها بناء على إيه؟ بص يا نجم، مش دي إكس تربيع؟ إكس تربيع. مش أنا أقدر أخليها إكس مضروبة في إكس؟ حصل. فبالتالي أنا كده عندي الاتنين أهي متكررة، وعندي الإكس أهي متكررة. واصله لك؟ معلش تاني عشان انا حاسس كده ايه، بلاج. اي نعم انا مش شايفك بس انا حاسس بلاج. اول حاجه عملناها احنا خدنا الاتنين دي والاتنين دي عامل مشترك. حلو. بعد كده انا شايف هنا في اكس وشايف هنا في اكس، هختار الاقل في الاس اللي هي اكس اس واحد واكتب الباقي. تعالى انا كده نروح لاول واحده، الاتنين خلاص خدناها. دي اكس تربيع. اكس تربيع يعني اكس في اكس، لما انا اخد منها اكس هيتفضل منها ايه؟ هيتفضل منها اكس، ما هي اكس تربيع، خدنا واحده تفضل واحده. اللي بعده زائد، ننزل الزائد. انا هاخد الاتنين عامل مشترك، يبقى كده الرقم اللي متفضل هو الخمسه، وخدنا الاكس عامل مشترك، فكده الحرف اللي هيتفضل هو الواي. شكرا انا خلصت. وصلت؟ تعالى خش لي على اللي بعده. انا شايف هنا 3، مفيش تلاتات، بس خلينا افكر كده. ال 15 دي انا ممكن اخليها 5 في 3، وال 21 دي انا ممكن اخليها 7 في 3. فبالتالي اصبح عندي 3 عامل مشترك، 3 هنا 3 هنا 3 هنا. جميل 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 جميل. بص لي على الحروف، هل في حروف متكررة؟ انا لو بصيت هنا عندي اكس عندي اكس عندي اكس، بختار اقل اس اللي هي اكس اس واحد. افتح قوس، رص لي كل اللي باقي. التلاتة خدناها، اكس تربيع خدنا منها اكس، اتفضل اكس، زائد ولا ناقص؟ زائد. هنا خدنا من ال 15 اللي هي 5 في 3، خدنا منها التلاتة، اتفضل 5. اكس تكعيب، تكعيب
خدنا منها واحده، هيتفضل منها كام؟ 2. ما تقوليش 2، دي مش 2، دي معناها اكس تربيع، اكستين مضروبين في بعض. اللي بعده زائد ولا ناقص؟ ناقص. هنا ال 21 اللي احنا فكيناها 7 في 3، خدنا منها التلاتة، يتفضل السبعة، والاكس احنا اوريدي خدناها، فخلاص اقفل. خلصنا. وصلت يا بطل؟ ان شاء الله وصلت. ده اهم نوع عندي لازم تكون عارفه، وهو العامل المشترك. لازم تبقى عينك لقطه الحاجات المتكرره، لان ده هينفعك. احنا لما بنيجي اصلا نحلل، اول حاجه بنفكر فيها العامل المشترك. يعني لما نيجي نتعمق شويه في الاسئله، هقول لك اول حاجه تفكر فيها العامل المشترك. شوف في عامل مشترك ولا لا، لو في عامل مشترك طلعه، وبعد كده ابدا كمل المساله. تمام؟ عرفنا يعني ايه عامل مشترك. انت كنت قايل لي احنا هنقسم التحليل لثلاث انواع، بس قبلهم هناخد العامل المشترك. خدنا العامل المشترك، فين بقى الثلاث انواع؟ صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. يا اما يكون عندك حاجتين، يا اما يكون عندك ثلاث حاجات، يا اما يكون عندك اربع حاجات. لما تيجي تحلل هتلاقي التحليل بتاعك يا اما حدين بس، يا اما ثلاث حدود بس، يا اما اربع حدود بس. تمام؟ تعال نبدأ بحدين لأن دول سهلين. حدين يعني حاجة من الاتنين، يا مربعين يا مكعبين. لما بيكون عندك حدين هم حاجة من الاتنين، يا إما مربعين يا إما مكعبين. وخلي بالك في المربعين لازم يبقى فرق، لازم يكون في ما بينهم طرح. لو إيه تربيع زائد الأربعة ما تنفعش، ما تتحللش. التحليل لازم يكون فرق بس. فبالتحليل ده الأول بينفع أخد له جذر، والتاني بينفع أخد له جذر، إذا بفتح قوسين. اول حاجه اتاكد ان ده تربيع او ينفع اخد له جذر، وده ينفع اخد له جذر واللي بينهم سالب. اتاكدت؟ ابدا حلل. بتحلل ازاي؟ الجذر الاول الايه تربيع جذرها، احنا قلنا الجذر بيطير نص الاس، يعني ايه؟ حط ايه هنا وايه هنا. طب الاربعه جذرها كام؟ الاربعه جذرها 2، حط 2 هنا و2 هنا. طب الاشارات هنا في سالب، ملهاش علاقه. امال الاشارات واحده بتكون موجب وواحده بتكون سالب. شكرا انا خلصت. مستر معلش ممكن كمان مثال؟ عيوني، خد لك كمان مثال. وليكن تعال نطلع في حته فاضيه هنا. مثال زي ده، اكس اس 4 ماشي ناقص 81. ايه رايك؟ والله الاول ينفع اخد له جذر اللي هو اكس تربيع لان نص الاس، والتاني ينفع اخد له جذر اللي هو بتسعة، بينهم سالب، اذا ده فرق مربعين، افتح قوسين. الاكس اس 4 الجذر نص الاس يعني اكس تربيع واكس تربيع. ال 81 جذرها 9 و9، اشاراتك موجب وسالب. خلصت؟ لسه. ليه يا عمنا لسه؟ ما انت تحت وقفت لحد هنا. ايوه تحت، انما في المساله دي لسه. ليه لسه؟ وقف الفيديو كده وحاول تخمن احنا ليه لسه ما خلصناش. 3 2 1. ها؟ احنا ما خلصناش يا نجم لان في فرق مربعين تاني. في تاني مربعين. طب احنا ليه مش هنحلل دول؟ ما احنا لسه قايلين ده اسمه فرق، يعني لازم اللي في النص بينهم يكون ناقص، ما ينفعش زائد. طب هنعمل ايه يعني في حاجه زي دي؟ ولا اي حاجه. ننزل القوس الاول زي ما هو، القوس الثاني حلله. الاكس تربيع يعني اكس في اكس، التسعة يعني 3 في 3، اشاراتك موجب وسالب. شكرا حضرتك كده حللت المساله وخلص. تمام؟ فده بالنسبه لاول جزء اللي هو مربعين. طيب لو مكعبين يعني ينفع اخد لهم الجذر التكعيبي؟ ينفع اخد لهم الجذر التكعيبي. دي ليها فكه مختلفه شويه. ازاي؟ بنفتح قوسين، واحد صغير وواحد كبير. القوس الصغير برص فيه الجذور. الجذر التكعيبي بتاع الايه تكعيب هو الايه، الجذر التكعيبي بتاع التمانية هو الاتنين، اللي بينهم جمع. شكرا، ده الجزء السهل. الجزء الطويل بقى هنفكه ازاي او هنحط فيه ايه؟ اربع كلمات. ايه هما؟ بربع، بغير، بضرب، بربع. بتربع مين يا عمنا؟ بنربع الاول ايه تربيع. بنغير مين؟ بنغير الاشاره تبقى سالب. بنضرب مين؟ بنضربهم في بعض ايه واتنين يعني اتنين ايه. وبعد كده بربع الاخير اللي هو الاتنين تربيعها اربعة، ودايما الاخير موجب. شكرا. طب واحدة كمان ممكن؟ عيوني. وليكن مثلا بلاش ايه بقى، خليها مثلا واي اس 3 ناقص 8 مثلا. عايزين نحل دي. ده مكعبين. هو ثواني بس، انت قلت لي فوق ده فرق لازم يكون طرح.
انت هنا عملت غلطه. ايه هي الغلطه؟ ان هنا كان في جمع وانت حللتها. ايوه، ما انا قلت لك فرق مربعين، ما قلتلكش فرق مكعبين. المكعبين عادي ينفع فرق وينفع مجموع، ينفع يكون في موجب وينفع يكون في سالب. المربعين بس هي اللي لازم تكون سالب. طيب ده هنحلله ازاي؟ كالعاده زي ما انت قلت لي افتح قوسين، واحد صغير واحد كبير. القوس الصغير بنرص فيه الجذور التكعيبيه للي موجود ده. الواي اس 3 يعني واي، التمانية يعني 2 اللي بينهم سالب. شكرا. طب والكبير بنربع، ربع لي الاول واي تربيع. غير السالب خليها موجب. اضرب واي في 2 يعني 2 واي. ربع الاتنين تبقى 4، والاخير دايما بالموجب. وشكرا، شكر الله سعيكم. ده كده بالنسبه لاول جزء لما يكون عندي حاجتين بس. لو حاجتين هيكونوا مربعين او مكعبين. مكعبين احنا عرفناها، مربعين لازم اللي في النص يكون سالب. شكرا. طب لو عندي ثلاث حاجات دي انت حضرتك هتحللها بالآلة على طول. ليه على طول يا عمنا؟ اصلك هتاخد وقت وهنحلل كتير. فمش معقوله تقعد في كل مساله اصل كام في كام، اصل مش عارف ايه في مش عارف ايه، اصل ده راح فين وده جه منين. لا، انجز حالك لان المنهج الجديد تحديدا معتمد اكتر على الآلة. تمام. انا عموما هعرفك الاثنين، هعرفك ازاي تحلها بالآلة وهعرفك ازاي تحلها بايدك مانيوال او بمخك، وانت استخدم اللي يريحك. النوع الثاني لو جاب لي ثلاث حاجات دول حاجه من ثلاثه. يا اما مقدار ثلاثي بسيط او غير بسيط او مربع كامل. افرق ما بينهم ازاي؟ اولا هم ثلاث حاجات زي ما انت شايف. امتى بيكون مقدار ثلاثي بسيط؟ لو التربيع او اول واحد ده مفيش جنبيه رقم، ده كده بسيط. طب امتى يكون غير بسيط؟ لو في قدامه رقم زي ده. طب امتى يكون مربع كامل؟ ما تشغلش بالك بيها، حللها يا اما بسيط يا اما غير بسيط. بس هبسطهم لك في نوعين بس. مم. ماشي، تعال نحلل. والله لو جينا في الاول ده، احنا ازاي اصلا بنحلل على الاله؟ عشان نسيت اقول لك. حلل على الاله عن طريق ان احنا نختار كلمه مود على الاله الحاسبه. مود ده هنلاقيه زرار فوق على اليمين. تمام. بعد كده ادور على كلمه اسمها اي كيو ان. هتلاقيها عندك اما رقم 3 واما رقم 5 على حسب اصدار الاله. بعد ما تدوس على 3 او 5 على حسب ما ظهرت لك اي كيو ان جنبها زرار رقم كام. لو جنبها 3 دوسنا 3، لو جنبها 5 هتدوس 5. هيفتح لك صفحه تانيه، الصفحه التانيه دي هتدوس على رقم 3. يبقى انا كده بدوس مود وبدور على اي كيو ان اللي هي 3 او 5. وبعد ما بدوس عليهم بدوس رقم 3 تاني. هتلاقيها عملت لك ثلاث مربعات كده. تمام. الثلاث مربعات دول هتكتب فيهم ايه؟ هنكتب فيهم الارقام اللي موجوده عندي هنا. الارقام اللي موجوده عندك، اول حاجه مفيش رقم فهندوس واحد. وندوس يساوي، هنلاقي المؤشر راح على الاوتوماتيك على المربع الثاني. الرقم اللي هنا مش 11، ده سالب 11. وادوس يساوي هنلاقي المؤشر راح على ثالث خانه. الرقم اللي هنا 24. وادوس يساوي مرتين، هتلاقيها طلعت لك اكس واحد واكس 2. تاني، بدوس مود وبعدين اختار كلمة اي كيو ان. لو رقم 3 دوس 3 وبعدين 3، لو رقم 5 دوس 5 وبعدين 3. بعد كده هيفتح لك الثلاث مربعات هتكتب لي فيهم الارقام اللي موجودة هنا. هيطلع لك اكس 1 بكام واكس 2 بكام. تعالى بس نحل السؤال مانيوال عشان نعرف الحل، وبعد كده هقول لك هتطلع لك اكس 1 بكام واكس 2 بكام. اولا انا بعمل ايه؟ انا بفتح قوسين. تحليل مقدار ثلاثي بسيط، بفتح قوسين. الاكس تربيع والله دي عباره عن اكس مضروبه في اكس. ممتاز، مفيش مشكله. طيب ال 24 انا عايز رقمين لو ضربتهم في بعض يديني 24 ولو جمعتهم يديني 11. ايه الرقمين اللي لو ضربتهم في بعض يديني 24 ومجموعهم 11؟ يا اما 1 في 24 ودي غلط لان مجموعهم 25. يا اما 2 في 12 ودي برضو غلط لان مجموعهم 14. يا اما 3 في 8 وهي دي الصح، التلاتة والتمانية لأن مجموعهم 11. متبقى عندي هنا الإشارات، الإشارة اللي هنا والإشارة اللي هنا. هتحطهم إزاي الإشارات؟ على حسب الأخير. طالما الأخير بالموجب الاتنين بياخدوا إشارة اللي في النص سالب وسالب. شكرا، أنا خلصت. طب أنا لما أحلها على الآلة هتجيلي بالشكل ده؟ لا طبعا. لو أنت حليتها على الآلة هتجيلك كده. زي ما قلت لك فوق، هيجيب لك اكس واحد بيساوي اكس 2 بيساوي. اكس واحد الاولى هيجيبها لك ب 3 واكس 2 هيجيبها لك ب 8. هيجيب لك اكس واحد ب 3 واكس 2 ب 8. طيب بالشكل ده مش هيجي لي يعني؟ لا. امال انا هعمل الشكل ده ازاي؟ هتعكسهم. ازاي اعكسهم؟ بص انا همسح دول اهم. هتعكسهم ازاي؟ تفتح قوسين عادي خالص. المتغير بتاعك هنا اسمه ايه؟ اسمه اكس واكس. الرقم الاولاني موجب 3 غيره يبقى سالب 3.
الرقم التاني موجب 8، غيره بقى سالب 8. شكرا. وصلت؟ نفس الكلام بالظبط تحت، بس تحت هنا في حاجة. ايه هي الحاجة؟ انا شايف عامل مشترك، يا رب انت كمان تكون شايفه. مم. لقطته؟ العامل المشترك بتاعي هنا هو الأربعة. أنا ممكن آخد الأربعة دي عامل مشترك الأول عشان أسهل على نفس السؤال. طب ال24 أنا عارف إن هي 4 في 6، وال36 أنا عارف إن هي 4 في 9، فبالتالي في 4 عامل مشترك. افتح قوس ورص للباقي، هتلاقي عندك هنا إكس تربيع ناقص خدنا الأربعة يتفضل الستة والإكس، زائد خدنا الأربعة يتفضل التسعة. تقدر تحلل لي دلوقتي؟ انا انت خلاص قلت لي ده مقدار ثلاثي بسيط، ما تنساش الاربعه اللي احنا خدناها عامل مشترك وافتح لي قوسين. الاكس تربيع اللي هي اكس في اكس، التسعه اللي هي 3 في 3، اشاره الاخير موجب يعني الاثنين ياخدوا اشاره اللي في النص سالب وسالب. حلو حلو. بس هنا في حاجه صغيره، ايه هي؟ ما اتفقنا ان احنا بنحاول نبسط المساله. طب هنبسط ايه؟ ما هي متبسطه، ايه علاقه ده بالتبسيط؟ لا يا نجم، ما انت عندك القوس ده هو نفس القوس ده. طب ايه الحل؟ مش هما الاتنين مضروبين في بعض؟ خليها قوس واحد الكل تربيع. والشكل اللي حضرتك شايفه ده هو ده اللي اسمه المربع الكامل، اللي هو النوع التالت. عشان كده ما قلتلكش ايه، قلت لك كبر دماغك منه. طب انت لما تيجي تحلها على الاله هتلاقيها طلعت لك اكس واحد برقم واكس 2 بنفس الرقم، او هتلاقيها طلعت لك اكس واحد بس عادي. طالما الاله طلعت لك رقم واحد بس، يعني مثلا الاله طلعت لك ان اكس بيساوي 5، هتحط هنا الاكس، هنا موجب 5 يبقى هنا سالب 5. جيت ادوس يساوي تاني عشان يجيب لي رقم تاني، ما جابتليش، خلاص حط هنا تربيع. شكرا. واصله؟ اللي بعده هنا انا مش هينفع احلل ليه يا عمنا؟ لان ده مقدار ثلاثي غير بسيط. طب انا بعمل ايه؟ بنحلله عن طريق المقص، وخلي السهم ناحيه اليمين. ماشي. ال 3 اكس تربيع دي عباره عن 3 اكس في اكس. ال 15 مثلا 3 في 5. هنجرب، لو نفعت تمام، ما نفعتش خلاص هنغير الرقم. يعني ايه هنغير الرقم؟ يعني ممكن نخلي هنا الخمسه وهنا الثلاثه، عادي، احنا بنجرب لحد ما تظبط معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا التلاتة وهنا الخمسة، عايزين نحل دي. والله اضرب 3 اكس في 5 يعني 15 اكس، اكس في 3 يعني 3 اكس، إشارة الأخير موجب يعني هنجمعهم 3 اكس و5 اكس يعني 18 اكس. هل ده 18 اكس؟ لا، يبقى اللي حضرتك عامله ده غلط. غير. يعني ايه غير؟ يعني بدل ما تحط لي الخمسة هنا، لا خلي هنا التلاتة، وبدل ما التلاتة هنا خليها خمسة، اعكسهم. طب لو ما نفعتش غير الرقمين اصلا، خليها مثلا 1 في 15. ماشي. تعال نضرب 3 اكس في 3 اللي هي 6 اكس، اكس في 5 اللي هي 5 اكس، جمعهم لي مع بعض. 5 اكس و6 اكس دي، سوري انا اسف، دي 11. انا اسف انا اسف انا اسف، دي 11. جمعهم لي. ايه ده؟ لا مش 11، 14، لان 3 في 3 اللي هي بتسعة. سوري 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 سوري، نعتذر على هذا الخطأ. هتلاقي عندك ان 5 اكس و9 اكس اللي هم فعلا 14 اكس اللي هو في النص. حلو. فين القوسين بتوعي؟ القوسين اهم. ده القوس الاول اللي هو 3 اكس مع 5، وده القوس الثاني اللي هو الاكس مع الثلاثه. متفضل عندك مين يا عمنا؟ الاشارات. طب انا اجيب ازاي الاشارات؟ بص على الاخير، موجب معناها ان الاثنين ياخدوا اشاره اللي في النص، موجب وموجب. حلو. وقف لي بقى لحظه، لو انا الطريقه دي مش عاجباني عايز احلها على الاله، هتطلع لي ازاي على الاله؟ هيطلع لحضرتك اكس واحد بيساوي اكس اتنين بيساوي اكس واحد الاولى هتساوي معاك سالب 5 على 3، واكس اتنين هتساوي معاك حضرتك سالب 3. طب انا لما اجي اكتبهم في اقواس زي دي اعمل ايه؟ ادي القوسين. المتغير بتاعي هنا اسمه اكس، فبكتب هنا اكس وهنا اكس. دي سالب 5 حضرتك خليها موجب 5، دي سالب 3 هتخليها موجب 3. طب والثلاثه اللي في المقام دي يا مستر هنعمل فيها ايه؟ هنلزقها في الاكس. دي فعلا نفس الشكل اللي احنا كنا بنقول عليه. ده بالنسبه للنوع الاول لما يكون عندي مقدارين، النوع الثاني لما يكون سوري لما يكون عندي حدين، النوع الثاني لما يكون عندي ثلاث حدود، النوع الثالث لما يكون عندي اربع حدود. اربع حدود ده كان اسمه تحليل بالتقسيم. طيب التحليل بالتقسيم ده ايه اهميته؟ اهميته حاجه واحده بس، ان احنا هنعمل عامل مشترك مرتين. يعني هتطلع لي عامل مشترك مرتين. ازاي؟ نقي لي اي حدين انت شايفهم، يعني اي اتنين انت شايفهم كده ايه شبه بعض. مم. وليكن مثلا ناخد دول مع بعض وناخد دول مع بعض. حلو أوي الكلام ده. تعالى ناخد الاتنين دول. بص، اكس اس 3 ناقص اكس تربيع. حلو كده. وهنا زائد
خد لي الاتنين دول مع بعض، سالب 9 اكس زائد التسعة. كلام عظمه 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 عظمه. بعد كده طلع لي عامل مشترك، اختار لي من هنا عامل مشترك، وليكن مثلا دي ودي هناخد منهم طبعا الاقل اس اكس تربيع، فيتفضل هنا اكس ناقص واحد. ماشي. ولنفترض مثلا خدنا دي، خدنا من هنا، انا شايف في هنا 9 وفي هنا 9، فممكن اخد التسعة عامل مشترك، فيتفضل لي سالب اكس زائد الواحد. ماشي، احنا كده خدنا عامل مشترك مره، فبالتالي بناخد عامل مشترك مرتين. المفروض يكون القوس ده شبه القوس ده. طب ما هم شبه بعض؟ لا، هم شبه بعض مش زي بعض. مم. طب ايه الحل؟ بص يا نجم، انا كنت قايل لك ملحوظه من 7 دقائق كده ولا حاجه، لو رجعت الفيديو 7 دقائق هتشوفها. ايه هي؟ دي الاكس ايه؟ موجبه، وهنا الاكس ايه؟ سالبه. ماشي. طب هنا الواحد ايه؟ سالب، وهنا الواحد ايه؟ موجب، يعني هما الاتنين عكس بعض. طب انت عاوز ايه؟ عايز اخليهم زي بعض. طيب ايه رأيك لو خليتك تغير اشارة دي كلها؟ غيرنا اشارتها كلها، يعني بدل سالب اكس خليناها موجب اكس، بدل موجب واحد خليناها سالب واحد، مش كده القوسين يبقوا زي بعض؟ اه. طب انا ازاي بغير اشارة القوس؟ عن طريق ان انا اسحب منه سالب. مش احنا كنا قايلين لما نسحب السالب عامل مشترك كنا بنغير اشارة الاقواس؟ اه. فاذا دي اكس تربيع، افتح قوس اكس ناقص واحد. بعد كده هناخد من الاتنين دول سالب يدخل مع التسعة تبقى سالب تسعة، وافتح قوس غير لي الاشارات، سالب اكس خليها موجب اكس، موجب واحد خلاها سالب واحد. ايه رأيك كده؟ اه فعلا والله طلع عندي ان القوسين شبه بعض وزي بعض في كل حاجة. اعمل ايه؟ خد لي منهم قوس عامل مشترك اللي هو اكس ناقص واحد، افتح قوس هيتفضل معاك هنا اكس تربيع، خدنا الاكس ناقص واحد هيتفضل معاك هنا السالب تسعة. خلصنا؟ لسه. لسه فين؟ ما احنا خلاص خلصنا. عندك فرق مربعين يا نجم، يا رب تكون شايفه. اه انت قصدك الاكس ناقص واحد فين دي يا اسطى؟ فين اكس ناقص واحد؟ ده مربعين بالله عليك يا راجل يا اخي. انت مش انت كافر. فين دي؟ اهي، فرق مربعين اهي، ده تربيع وده تربيع بينهم ناقص. طب نعمل ايه؟ نزل الاول زي ما هو، التاني ده مربعين افتح قوسين، الاكس تربيع اللي هي اكس واكس، التسعه اللي هي 3 في 3، اشاراتك موجب وسالب، خلصنا. انا حاسس ان الحل ده طول قوي يا مستر، وحاسس ان الموضوع كده ايه مبوخ. بص يا نجم، تعالى نفكر في الحل بطريقة تانية. زي ايه؟ زي مثلا ما ناخدش دول مع بعض ودول مع بعض، احنا ممكن نعمل حاجة اصيع الا وهي، بص شايف دي؟ اه. شايف دي؟ اه، خدهم مع بعض، وبالتالي هناخد دي ودي مع بعض، يعني اكس اس 3 ناقص 9 اكس لوحدها، وبعدين زائد افتح قوس سالب اكس تربيع زائد التسعة لوحدها. امم ماشي. طب هتعمل ايه؟ تعالى ناخد اول واحده، هناخد منها الاكس عامل مشترك، يتفضل اكس تربيع ناقص التسعة زائد تاني واحده مفيش حاجه مشتركه، هينزل زي ما هو سالب اكس تربيع زائد التسعة. ملاحظ؟ اه ملاحظ. ايه اللي انت ملاحظه؟ هنا الاكس موجب هنا سالب، هنا التسعة سالب هنا موجب، اذا عايزين نغير اشاره واحده، نغير اشاره مين؟ ايه رايك نغير اشاره دي؟ فهيبقى عندك اكس تربيع ناقص 9، تعالى ناخد من دي سالب يبقى سالب، السالب تخرج بره يبقى سالب، وهنا اكس تربيع ناقص 9. ايه رأيك في القوسين دول؟ دول نسخة من بعض، خد لي منهم واحد اكس تربيع ناقص 9، وبعدين افتح قوس لما ناخد من ده عامل مشترك يعني اكس ناقص، لو احنا خدنا كل ده هيتفضل منه حاجة؟ لا. يعني ايه لا؟ يعني واحد. وبعد كده تبدأ تحلل ده كفرق مربعين تاني. واصله لك؟ يعني انت هتجيبها كده هتجيبها كده هتجيبها كده كده كلهم بنفس الحل. واضحه؟ ان شاء الله واضحه. نخش بقى في الجزئيه الاهم. انا عرفت التحليل، وعرفت ان هو حاجه مهمه، وعرفت ان هو حاجه لا غنى عنها، وعرفت اتنيلت ان انا هفضل استخدمه طول حياتي لحد ما اخلص تعليم. الكلام ده هنستخدمه في ايه؟ الكلام ده يا نجم هنستخدمه في حل المعادلات. يعني مش هيجي بعد كده يقول لي حلل بس، لا، بعد كده التحليل ده هتستخدمه في حاجتين، يا اما التبسيط يا اما حل المعادلات. طب حل المعادلات احنا متعودين عليها من الحصه اللي فاتت، إيه اللي جنب الاكس بودي الناحيه التانيه بالعكس، ما هو حل المعادلات الجديد مش هينفع مع ده. مش فاهم؟ بص يا نجم، انت عندك معادلات
تسمى معادلات الدرجة الأولى، يعني الإكس فيها بتكون إكس أس واحد، وعندك معادلات اسمها معادلات الدرجة التانية الإكس فيها بتكون إكس أس اتنين. ماشي، إيه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم في عدد الحلول. معادلات الدرجة الأولى بيكون عندك حل واحد، معادلات الدرجة التانية لازم تطلع لي حلين. طب معلش، ممكن مثال على ده ومثال على ده عشان ابقى رابطهم ببعض؟ مثالين اهم. ايه رايك في المعادله دي؟ وليكن مثلا معادله سهله، ايه رايك في المعادله دي؟ دي بسيطه جدا. هناخد السالب 4، انا ببدا دايما بالموجب والسالب. هناخد السالب 4 هنا موجب 4، يعني الاثنين اكس بيساوي 10. تخلص من الاثنين اللي هي ضرب اقسم هنا على الاثنين، يعني الاكس بيساوي 5. ملاحظ حاجه؟ ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان انا عندي هنا طلع حل واحد فعلا زي ما انت قلت. طب ايه بقى موضوع معادلات الدرجه الثانيه؟ معادلات الدرجه الثانيه زي دي، مثال زي ده، ايه رايك؟ والله لو قعدت تحاول فيه من هنا لبكره تحلهم بنفس الطريقه اللي احنا اتحلينا بيها من فوق، مستحيل، لا انا ولا انت. طب الحل ان انا بحلل السؤال لحتتين، واحل دي لوحدها واحل دي لوحدها. تاني، بحلل التحليل، بحلل المساله لحتتين، احل دي لوحدها واحل دي لوحدها. فوظيفه التحليل الوحيده ان هو بس بيفك لي المساله، بحيث ان انا اقدر اتعامل مع الحته دي لوحدها واقدر اتعامل مع الحته دي لوحدها. طب ممكن مثال اهو، احنا واقفين هنبدا نحل المثال ده دلوقتي. القلم فصل ليه في اللحظه المهمه دي؟ انا مندمج دلوقتي. عايزين نحل دي. ايه رايك في ده؟ سيبك من الصفر ده، كأن الصفر ده مش موجود. ايه رايك في ده؟ مش ده مقدار ثلاثي؟ اقدر احله بالاله. ما تحله كده بالاله. بلاش نحله بالآلة، تعالى نحله بدماغنا زي ما انت علمتني. يلا بينا. افتح قوسين، فتحت قوسين. الأولى اكس تربيع يعني اكس واكس. الخمسة يا إما واحد في خمسة، مفيش غيرها أصلا. هل مجموعهم بستة؟ حط لي الواحد وحط لي الخمسة. الأخير موجب، يعني الاتنين ياخدوا إشارة النص سالب سالب. هنا بقى يجي دور الصفر، مش دي هي دي؟ طب ما الكلام ده بيساوي صفر، إذا الكلام ده هو كمان بيساوي صفر. طيب يعني ايه؟ بص يا نجم، لو مش ملاحظ اخليك تلاحظ. تعالى بس اقربها لك كده من بعضها عشان تبقى فاهم اللي انا اقصده ايه. مش دول حاجتين مضروبين في بعض؟ ما هم القوسين طالما ما فيش ما بينهم حاجه، زي ما انت قلت لي ما فيش ما بينهم حاجه، يبقى دول مضروبين في بعض. طب مضروبين في بعض والناتج بصفر، ده معناه ايه؟ ده معناه يا اما الاول بصفر، اكس ناقص واحد بيساوي صفر، او اكس ناقص خمسة هو اللي بصفر. هو امتى عددين حصل ضربهم بصفر؟ ده ما بيحصلش غير في حالتين. يا اما مثلا اقول لك صفر في خمسة، او اقول لك خمسة في صفر. يا اما الاول بصفر او التاني هو اللي بصفر، فالناتج يطلع لك بصفر. يا اما الاول بصفر والتاني هو كمان بصفر. واصله لك؟ فبالتالي انا باخد المعادله كحتتين، يا اما الجزء الاول ده بيساوي صفر، فاصبحت عندي معادله من الدرجه الاولى اللي انا بعرف احلها. اخد السالب واحد الناحيه الثانيه موجب واحد، يعني الاكس بيساوي موجب واحد. يا اما الثاني بيساوي صفر، برضه معادله درجه اولى، اخد السالب خمسه الناحيه الثانيه، يعني الاكس بيساوي موجب خمسه. شكرا، انا حليت المعادله. الاكس يا اما بتساوي واحد يا اما بتساوي خمسه، ودول الحلين بتوعك. واصله؟ معلش، كمان مثال اهو. عايزين نحل دي. ايه رايك؟ والله الاول هنحلل لان ده مقدار ثلاثي. الاكس تربيع اكس واكس على طول بقى، رقمين حاصل ضربهم 24 جمعتهم يديك 11، الثمانيه والثلاثه على طول. الاشارات اخر موجب الاثنين ياخدوا اشاره اللي في النص، الكلام ده بيساوي صفر. يعني ايه؟ يعني يا اما الاول بيساوي صفر او الثاني هو اللي بيساوي صفر. لو الاول بصفر خد السالب 8 الناحيه الثانيه، يعني الاكس بيساوي موجب 8. لو الثاني بصفر يعني خد السالب 3 الناحيه الثانيه، يعني الاكس بيساوي موجب 3. شكرا، خلصنا. واضحه؟ مثال تاني، لو جاب لي مثلا مثال زي ده بيساوي صفر، ايه رايك؟ عايزين نحل. والله المفروض ناخد السالب 4 دي الناحيه الثانيه. تعال نحلها هنا. الايه تربيع ناقص الاربعه بيساوي صفر. هناخد الاربعه دي الناحيه الثانيه، يعني الايه تربيع بيساوي موجب 4. خد لي جذر هنا وجذر هنا، يعني الايه بيساوي، احنا اتفقنا من الحصه اللي فاتت ما تقوليش 2، ما تقوليش 2 ارجوك، ابوس ايديك ما تقوليش 2، دي مش 2. دي معادله درجه ثانيه، لازم نطلع حلين تحط لي موجب او سالب، موجب او سالب 2. طب احنا كده ما حلناش بالتحليل، ما استخدمناش التحليل. تقدر تقول لي فين التحليل يا باشا؟ عيوني. تعالى كده نبص بصه. تعال. شايف انهي نوع تحليل هنا؟ والله ده حتتين.
حتتين ده حاجه من الاتنين، يا مربعين يا مكعبين، انت لسه قايل لي، ولو مربعين لازم اللي في النص بينهم سالب. طب ما هو مش محققه الشروط كلها. افتح لي قوسين. الايه تربيع يعني ايه مضروبه في ايه؟ اكتب ياض الاربعه اللي هي 2 في 2، اشاراتك موجب وسالب، الكلام ده بيساوي صفر. حاجتين مضروبين في بعض والناتج بصفر، مش ده معناه اما الاول بيساوي صفر او التاني هو اللي بيساوي صفر؟ حصل. لو الاول بيساوي صفر خد الاتنين الناحيه التانيه تروح سالب 2، خد السالب 2 الناحيه التانيه تروح موجب 2. شكرا انا خلصت. انا جامد جدا، انا عسل جدا، انا بسهر بالليل لحد اما اديك بيدا. بس كده اللي عندك ده ابو السيد؟ هو بس اللي عندي، بس عايزين نزود عليه كمان معلش حته صغيره، اخر حته وخلاص خلصنا والله، بس هي اخر حته، الا وهي الفترات. يعني ايه اصلا فتره؟ تعال الاول اشرح لك يعني ايه فتره، وبعد كده افهمك يعني ايه اصلا فتره، بعد كده اوريك الفتره. بص يا نجم، ولنفترض ان انا معايا الواحد والخمسه. تمام، ايه الاعداد اللي في النص ما بينهم؟ حد ممكن يقول لي الاثنين، الثلاثه، الاربعه بس. حد ممكن يقول لي الواحد ونص والاتنين ونص والتلاتة ونص والاربعة ونص بس. لا، في واحد واحد من عشرة وواحد واتنين من عشرة وهكذا بس. لا، عندك واحد وواحد من مية وواحد واتنين من مية بس. عندك واحد وواحد من ألف وواحد واتنين من ألف بس. لا، ده انت عندك اصلا ما بين الواحد والاتنين في عدد لا نهائي من الارقام. ما انت في عندك كسور عشريه يا نجم انت ما تعرفهاش، في عندك اعداد غير نسبيه انت ما تعرفهاش. زي مثلا لو انا جيت قلت لك جذر ثلاثه، ما هو جذر ثلاثه ده ما بين الواحد والاثنين، عشان جذر ثلاثه اكبر من جذر واحد اللي هو بواحد، واقل من جذر اربعه اللي هو باثنين، فده هو كمان عدد غير نسبي. واصل لك؟ فانت اصلا بين الواحد والاثنين، بين اي رقمين في عدد لا نهائي من الارقام. بين الواحد وواحد من عشره والواحد واثنين من عشره في عدد لا نهائي من الارقام. يعني شوف مدى صغر الارقام، بس في ما بينهم برضو ملايين ملايين المليارات من الاعداد. طب ايه الحل؟ الحل، انا ما قلتش مشكله عشان اقول لك ايه الحل، انا لسه هقترح عليك المشكله، انت سبقتني. ايه المشكله؟ المشكله بتظهر لو انا جيت قلت لك هات لي كل الارقام اللي ما بين كذا وما بين كذا. انا مستحيل 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 باقوى جهاز كمبيوتر في العالم من ساعه ما ربنا خلق الدنيا لحد ما ربنا ينهي الدنيا بيوم القيامه، مستحيل يكتب كل الارقام، لان الارقام اصلا لا نهائيه. طب ايه؟ قال لك احنا هنقترح حاجه اسمها فتره. دي فتره مش من الزمن، فتره من الاعداد، بيكون ليها بدايه وليها نهايه. يعني مثلا اقول لك من الاثنين لحد الخمسه. يا مستر انت كاتب 25، يا ده اصبر. من الاثنين لحد الخمسه، لحد دي هنعملها فاصله، فكده من الاثنين الى الخمسه. طيب بس كده؟ لا، هنحط اقواس. طب انت كنت قايل لي قبل كده في ثلاث انواع من الاقواس، ده قوس وده قوس وده قوس. القوس الاول ده بتاع الزوج المرتب، لما اقول لك مثلا 2 و3 يبقى نتحرك على محور اكس 2 ومحور واي 3 النقطه. القوس ده احنا اتفقنا بتاع مجموعات، اقول لك الواحد والخمسه، فده مجموعه من الاعداد فيها الرقم واحد والرقم خمسه، زي ما اقول لك كده انت جيبك فيه جنيه وخمسة جنيه، انت جيبك ما فيهمش غير الجنيه والخمسة جنيه، كلهم 6 جنيه. في جنيه وفي 5 جنيه بس. هل في أربعة أو ثلاثة أو اتنين؟ لا. إنما لما أجي أقول لك اتنين وراح عامل لك القوس ده، دي كده اسمها فترة. أنت معاك كل الأعداد من أول الاتنين لحد الخمسة. طب بص كده اللقطة دي، اتنين وخمسة، وهراح عامل لك كده. دي معناها إيه؟ دي معناها إن أنت معاك كل الأعداد اللي من أول الاتنين لحد الخمسة، بس الاتنين مش موجودة معاك والخمسة مش موجودة معاك. ليه؟ لأن فوق القوس ده كان مغلق. معنى ان هو مغلق يعني الرقمين دول معايا، البدايه معايا والنهايه معايا. انما هنا الاقواس مفتوحه، يعني الاثنين مش موجوده والخمسه مش موجوده، فدي احنا بنسميها فتره مغلقه، دي احنا بنسميها فتره مفتوحه. طب لو قلت لك اتنين وخمسه ورحت عامل لك كده، دي فتره نص مفتوحه او نص مغلقه. ليه؟ لان الاثنين موجوده، الخمسه هي اللي مش موجوده. طيب افتكرت الفترات، عاوز ايه؟ عايزين نرسم الكام فتره دول من السالب 3 لحد الاثنين. هنعملها الكلام ده ازاي؟ سمي الله. دايما بتبدا بالرقم الصغير، السالب 3 بنروح عاملين دايره، وبعد كده الاثنين بنروح عاملين دايره. طيب السالب 3 مفتوحه؟ سيب الدايره مفتوحه. الاثنين مفتوحه؟ سيب الدايره مفتوحه. طب بعد كده بنوصلهم ببعض بالشكل ده وبنظلل ما بينهم. شكرا.
طب عايزين نرسم دي سالب 3 و2، ادي السالب 3 وادي الاتنين. سالب 3 مفتوحه، احنا الاول بنوصل ما بينهم وبنظل. نبدا بقى نشوف الدايرتين دول. سالب 3 مفتوحه سيبها مفتوحه، 2 مغلقه ظل للاتنين. شكرا. اللي بعده نفس السالب 3 نفس الاتنين، بس السالب 3 مغلقه، الاتنين هي اللي مفتوحه، وطبعا هنظلل ما بينهم. طب سالب 3 والموجب 2 اهي، سالب 3 موجب 2، سوري سالب 3 مش سالب 2. ونوصلهم ببعض ونظل. شوف لي مين مفتوح ومين مغلق. والله سالب 3 مغلقة، الاتنين مغلقة. شكرا، انا خلصت. طيب هو انت كنت عايز ده ليه؟ انا كنت عايز اشرح ده عشان نشرح العاملات اللي عليه، بس العاملات مش هنشوفها كتير، فخلينا بس ايه، نوقف لحد ايه الفترات وبس كده. صديقي كالعادة أنا خلصت. أتمنى إن أنت تكون فهمت اللي أنا قلته بشكل كويس، وأتمنى إن أنت تذاكر ولايك وشير بقى وسبسكرايب. عرف صحابك بالقناة، وأشوف وشك على خير. سلام.